الملح يمنع فساد اللحم، فما يمنع فساد الملح؟ يحكى أن رجلا تزوج امرأة بنت أصل وفصل وجميلة، ويقال عنها إنها كاملة الصفات، وقد جاء بها إلى بيته وعرفها على أهله وعشيرته، وأراد منها أن تعيش معهم. وبعد أقل من سنة على زواجه حدثت معه مشكلة مع أبناء عمومته، وقررت العشيرة أن يغادر منطقتها وفق حكم ما يطلق عليه عشائريا، أي يجلي من العشيرة. الرجل أخذ زوجته وقصد منطقة عشيرة أخرى شيخها معروف بشهامته وكرمه، فلجأ إليه دخيلا. ومرت الأيام حتى شاهد الشيخ زوجة الرجل الدخيل وأعجب بها حد العشق، فقرر أن يبعد زوجها عنها بأي طريقة كانت. جمع الشيخ رجاله وقال لهم: هناك منطقة فيها ربيع، وما نحتاجه أن يتطوع بعض الرجال للذهاب واستطلاعها. فتطوع 4 رجال من بينهم الدخيل، وهذا هو ما كان الشيخ يخطط له لينفرد بزوجته التي عشقها. الشيخ قصد بيت الدخيل ليلا، فسمعت الزوجة صوتا فخرجت وقالت: يا شيخ، ما الذي جاء بك في هذه الليلة وزوجي غائب؟ الشيخ أخبرها بما يريد منها، ولحكمتها وأصلها قالت للشيخ: إن حللت لي هذا اللغز سأكون لك غدا كما تريد. الشيخ أسره ذلك وتوقع أنه سيحقق مراده. قالت: يا شيخ، الملح يمنع فساد اللحم، فما يمنع فساد الملح؟ الشيخ أمضى ليلته متحير ويفكر بحل اللغز، وعند الصباح تجمع رجال العشيرة في مضيفه، عرض عليهم اللغز وطالبهم بالحل، ولم يقتنع بما سمع منهم. بقي رجل معروف بحنكته في العشيرة، قال للشيخ: ما أردت أن أعطيك الحل أمام الرجال، قد يكون السبب انتقاص بك أو منك. الشيخ قال: وما هو الحل؟ الرجل الحكيم قال: إن حل اللغز هو أن الشيخ يمنع فساد العشيرة، فما يمنع فساد الشيخ؟